السلام عليكم. لندن بتتميز ان كل حي فيها سوق. السوق ده عادة بيبقى 5 6 ايام في الاسبوع، وعادة لازم يكون يوم السبت، لان يوم السبت ده اليوم الاساسي الناس كلها بتعمل مشترياتها فيه. انا دلوقتي في اطول سوق في لندن، اللي ما كانش في انجلترا، وهو اسمه سيلبورن ووك ماركت. سيلبورن ووك هو المبنى اللي هناك ده كده مول اسمه سيلبورن ووك، والماركت ده او السوق ده سمي على اسمه سيلبورن ووك ماركت. ده اطول سوق موجود في لندن، سوق مفتوح في لندن. انا في منطقه وولسموستو. وولسموستو هي عند محطه وولسموستو، اللي هي اخر محطه في الشمال على الفيكتوريان لاين. طلع الفيكتوريان لاين اخر محطه في الشمال في النورث هي محطه وولسموستو. تطلع منها تلاقي السوق، وبرضه في قطر بيجي من ليفربول ستريت لمحطه وولسموستو. ما اعرفش مع كام، هو بيبتدي من ليفربول ستريت. المنطقه هنا وولسموستو اصلا زي ما عارفين المناطق هنا كل الجاليه محتله منطقه. المنطقه هنا وولسموستو كانت في الماضي، انا بتكلم على شفتها في الثمانينات والتسعينات، كانت منطقه باكستانيه جامد كلها، يعني السيطره والهيمنه فيها للباكستانيين، وعشان كده فيها محلات كتيره قوي اكل الجزارات. كان الناس تيجي تجيب جزاره من هنا، واحنا هنا قريبين من فوق برضو، يعني احنا في الاخر كده نعتبر في الشمال بس قريبين من شرق لندن، اللي هو يعني حتى الكود بتاع المنطقه هنا اللي هو شرق لندن. فهنا قريب من المناطق اللي فيها المسلمين. هنا باكستانيين بقى لهم طبعا من الالفينات اولها، لما دخل دول اوروبا الشرقيه في الاتحاد الاوروبي، بقت فيها ناس كتير جدا من البولنديين، وفيها محلات اكل كتيره جدا بولنديه. لكن بيميزها حاجه تانية اكتر غير الباكستانيين، ان فيها عرب كتير جدا، فيها نسبه كبيره جدا وعدد كبير جدا، وخصوصا من الجزائريين ساكنين هنا. وتلاقي عدد كبير جدا من في السوق اللي بيشتغلوا ممكن يكونوا مش عدد كبير من اللي بيشتغلوا، يعني عدد منهم جزائريين او مغاربه، ولكن من اللي بيشتروا المتسوقين هتلاقي عدد كبير جدا من الجزائريات والمغربيات. انا لسه شايف معدي جنبي مجموعه منهم يعني. هحاول امشي شويه في السوق واوريكم السوق. في ده بيبيع فراخ، اللي قدامي هم اعتقد في ناس جايين شكلهم عرب. بيتميز السوق هنا عن ان هو ارخص من اي سوق تاني في لندن. اسعار الاكل هنا ارخص بكتير. انا كده ببتدي الف بس كده من اوله عشان ادخل امشي فيه. طبعا أنا مش هصوره كله لان هو طويل جدا وزحمه يعني، وفي ناس ممكن ما بتحبش تطلع في التصوير، فيعني احاول اصور على قد ما اقدر. الفاكهه اهي شكلها حلو، اسعار الفاكهه واضحه. الحاجات اللي بتبقى في اطباق دي بتبقى الطبق منهم بجنيه 1 باوند. الحاجات اللي هي يا اما بتشتري بالكيلو بقى او بالباوند، يعني اللي هو الراجل. نقدر نشوف الفواكه والفاكهه. ده بتاع فراخ انا اعتقد كده، وربس اللي هي ده عنده فراخ وعنده ربس اللي هي الضلوع بتاعت الخنزير. عنده فراخ هنا، تلاقي طبعا عليهم اقبال. بيبيع الفرخه هنا كامله 9 جنيه استرليني. ما اعرفش بقيه الاسعار ايه تاني. ادي الفواكه تقدروا تشوفوها شكلها عامل ازاي. الاطباق دي زي ما بقول كل طبق فيها عنب، كمثرى، الكلام ده كله بجنيه الاطباق، يا اما بتشتري بالوزن. طبعا بياعين هدوم، بياع مكسرات، هدوم تاني، عطور. هنلاقي بعد كده جزم، شنط. اللي على الشمال هناك ده المبنى اللي هو بتاع سيلبورن ووك، ده اللي فيه سوبر ماركت وفيه محلات كتيرة جدا. لو في فرصة ممكن ابقى اروح. زي ما نشوف برضه فيه هدوم، اسماك، ولا محلات سمك بس، جزم، احذية، يعني خضار وفاكهة عددهم كبير جدا برضه. ده محل بيبيع حاجات صور وحاجات وسبح وحاجات اسلاميه اهو، لو حد عايز حاجه اسلاميه. هدوم. السوق ده يعني ما اعرفش الناس اللي في جنوب لندن، اللي في غرب لندن، اللي في شرق لندن يعرفوا عنه ولا لا، لكن هو من اهم الاشياء. الاسواق اللي هنا اسعاره دايما رخيصه في كل حاجه، حتى اللبس.
زي ما بقول الشارع تقدر تشوف طويل جدا لقدام. بطاطين والحفا وملايات منزلية، أدوات نظافة، أدوات منزلية، أطباق وحلل. طبعا هنا بتبقى أرخص من المحلات لأنه مش بيدفع إيجار محلات، هم بيأجروا على فكرة الأماكن دي من الحي، والحي بيوصل لهم الكهرباء برضه. والعملية متنظمة، السوق يخلص كأن بتاع ده تلاقي الأرض بتلمع، بيتم التنظيف، بيتم كل حاجة. ده محلات أكل، بس ده محل روماني وأوروبي شرقي، ده مش هيبقى عنده أكل حلال. المحلات اللي على الجنب هنا اليمين دي كانت معظمها كلها محلات جزارة زمان، أنا اشتريت منها أعتقد زمان. ده بيبيع شنط، بيبيع عطور، طبعا مش حاجة مش أصلية. اللي هناك ده بيبيع الأكل وممكن يكون حلال، مش عارف. ده حلال، أكل حلال. اللي هنا ده برضه حلال اهو بعيده، حلال مكتوبة هنا اهي. لعب أطفال، شو جزم، مايوهات، هدوم. الهدوم ما كانتش بالكترة دي زمان، بس طبعا دلوقتي شكلها ساقع بقى عليها اقبال اكتر. كانت الاساس للاكل اللي كان موجود، لكن انا شايف ان السوق محتل حاليا بالهدوم. الجزء ده الاكل والخضار في قدام، يعني في الاول بس. زي ما بقول الهدوم هنا ارخص بكتير، واي حاجه ارخص بغض النظر عن الجوده ايه. شنط، جميع انواع الشنط ومقاساتها. اللي جنبه عنده جنبي دول جزائريين. دايما هنا منطقه كتيره جدا، بس في الشارع الرئيسي مش هنا، مليانه جزائريين، هتلاقيهم قاعدين في الكافيتريات. ده مدخل السيلبورن ووك، وكان مكتوب 17 سنترال او 17 ده اسم الكود بتاع المنطقه، وده اسم المول ده، بس انا عارف هنا اسمه سيلبورن ووك، يمكن الشارع بس يعني. بس ده معروف ان سيلبورن ووك مول. هدوم، ساعات، اكسسوارات، ذرة، شنط. ده محل برضه روماني، تكون هو اوروبا الشرقيه المحلات بتاعتهم جت تحتل، يعني مليانه في المنطقه هنا. هدوم، طبعا هدوم مش في المحلات مش هتبقى بالاسعار دي، اغلى بكتير. فضة، هدوم. ده جزار تركي، الكلام مكتوب بالتركي، يبقى ده ممكن في الاغلب يكون حلال. ومطعم بغض النظر ان هم بيبيعوا طبعا خمور جوه، بس غالبا بيبقى الاكل بتاعه اللحمه حلال. فواكه، شايفين برشومي اهو. المحلات اللي ورا دي كلها كانت زمان تقريبا محلات جزارات حلال، دلوقتي ما بقتش. ادوات مكياج، جزم. في ناس هنا بشوفهم من التسعينات واقفين، في راجل كبير كده ومعاه ولد، راجل ابيض وولد اسمر، معرفش يقرب له ولا لا، شفته من هو يعني ايه طفل. ده موجود لحد فتره قريبه. مخبوزات، اللي بيشتغلوا في التجارات دي ما بيغيروش، بيفضلوا موجودين معظم يعني حياتهم في نفس المهنة. هدوم، شنط،
اعتقد الجزء ده كله بقى كده محافظ. في كافيتيريا معموله طالعه في وسط الشارع، معرفش دي متصرح لها ولا لا. دي كده عامله اشغال طريق كده. كل ده انا لسه ماشي في السوق. ادي اللحوم، وده ما اعتقدش ده بيبيع خنزير، ده طبعا مش محل حلال. لسه السوق زي ما شايفين ممتد. كولونيات، في حاجات عربي تهيألي. محل كباب، مش بقى كباب حلال ولا لا، مش واضحه من عندي. وعادة الحلال بيتكتب عليه انه حلال. هدوم وفضيات. قلت لكم من شويه في ناس بشوفهم من التسعينات بيبيعوا عموما حلويات وشوكولاتات وكده، بتبقى تواريخها قربت على الانتهاء، بيبيعوا عشان كده بسعر رخيص. لازم الواحد يبص على التاريخ كويس. موجود الولد اللي كنت بشوفه من هو صغير، بس الراجل الكبير اللي كان بيبقى معاه مش شايفه. وهناك اهو، ونفس المكان اللي بيقفوا فيه. بس في معاه ناس تانية لأول مرة بشوفش الراجل الكبير، أرجو إنه يكون بخير. نفس المكان، نفس الوقفة، نفس النصبة بشوفهم فيها من التسعينات. محل بتاع لحمة حلال اهو، مكتوب حلال ميت، مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم فوق واضحة. محل تاني حلال، جزار تاني حلال، ده عنده حلال لحمة حلال وبقالة، ده برضه عنده بقالة اللي فات. وبكده انا طبعا في سوبر ماركت سانسبي هنا اهو، في ارجوس، وفي محل ارجوس اعتقد كان قدام برضه. انا كده عرضت سوق بتاع سيلبورن ووك للي ما يعرفوش، واللي ما يعرفش لندن كويس، او اللي في لندن ما يعرفوش. ارجو ان يكون عجبكم الفيديو ده، وان شاء الله الى فيديو اخر في حي اخر. السلام عليكم.